الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم رح نحكي في موضوعين، واحد ثقافي سياسي والتاني سياسي محض. وهذا ليس من طبائع خلط السياسي بالثقافي، لكن لأنه حياتنا كسوريين يعني فيها شيء من هذا الخلط الكبير والفظيع، استثمار الثقافة لصالح السياسة أو الدخول إلى معترك المناصب والمسؤوليات السياسية من باب ثقافي بات شائعا في الأوساط السورية. حضروا فناجين القهوة ولنبدأ حديثنا. سوريا عشاء سوريا جمعا يلبس العباءة للشيخ جمال الشرع أخو القائد العام الشيخ أحمد الشرع. الشيخ يلبس العباءة للشيخ السيد وزير الثقافة المحترم. هذا وزير ثقافة حكومة أحمد الشرع، ولا نقول ثقافة السوريين، لأنه ثقافة السوريين لها علاقة قوية بالكرامة. هم لا يصومون على الكرامة ويفطرون عليها، لا يصومون أبدا عن الكرامة. ثورتهم كانت ثورة الحرية والكرامة، ولم يكونوا صائمين حتى يفطروا أو يفطروا على طبق الكرامة كما فطر وزير الثقافة، وزير ثقافة أحمد الشرع. هذا الوزير يعني أعتقد أنه أخذ كمية مهولة من الانتقادات في هذه الفترة في أكثر من مناسبة، وهو الذي يضع أنفسه في مواقف بايخة يعني، ويفتح على نفسه أبواب السخرية والتندر، وجعله يعني من في قاعدات التندر والفكاهة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمحصلة صار لديه رصيد كبير جدا ومؤونة كبيرة جدا من السخرية، والسخرية السوداء والسخرية البيضاء تكفيه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كمؤونة. يعني حتى ولو ترك هذا المنصب، الناس لن ينسوا هذه المواقف المخزية والمواقف البايخة اللي بيحط نفسه فيها. شي مرة يتحدث عن كمؤرخ وينسب يعني ويحور التاريخ على أن اللغة السريانية هي إحدى اللهجات العربية. طبعا اجتهاد سطحي وينم عن عدم دراية واطلاع، لئلا أقول الجهل. هذا من جهة. من جهة أخرى هو كوزير ثقافة وقد انتقدها كثر يعني، لكن يبقى الباب مشرعا على المزيد من الانتقادات. يعني شو شغلته يروح بمعية أخو أحمد الشرع، شقيق أحمد الشرع اللي ما عنده منصب، ويقبل
الجلوس في مضافات الشبيحة، بيروح وزير الثقافة كمان بمعية هذا الوزير، وكأنه يعني وهو صاحب منصب في الحكومة، ويتضح من الفيديوهات والصور وكأنه ملحق أو لاحق بشقيق الرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع. تلك المناظر المخزية تفضح على أنه بالفعل يعني وزير الثقافة كان محروم من الكرامة، والآن أفطر على الكرامة، صار يدعى إلى المضافات ويمشي بمعية شقيق رئيس دولة، لكن الأجدى به أن يكون في خيم ومضافات الكرامة في السويداء، أن يتجول بين سوريا المتنوعة، أن يعمل زيارة إلى مدينة الرقة، إلى مدينة الدير، إلى المناطق التي أتى منها وزير الثقافة، وفي تقديري سيكون مرحبا به، مش يروح يقعد على المناسف على طبق الكرامة وفي حضور فلول النظام السابق. هذا يعني هيك حكومة بدها هيك وزير. يعني لا أقول لماذا يعني الحكومة ترضى بهذا السلوك من وزير الثقافة. هذا الوزير إذا عنده شوية كرامة مش ليوم القيامة، لبكرة لازم يقدم استقالته ويعتذر للشعب السوري عن أكثر، مش بس أنه راح وجالس الشبيحة وفلول النظام السابق بمعية شقيق رئيس الدولة، لا يعني مش بس هيك، يعني على أكثر من صعيد هو ورط نفسه، وكل موقف من المواقف التي أسقط نفسه فيها تستوجب الاعتذار من الشعب السوري. لذلك أقول أنه إذا عنده شوية كرامة فينبغي يعني أن يعتذر، أو يبقى جالسا في مكتبه في وزارته ويفكر كيف يطور هذه الوزارة، كيف يعني يحضر لبرامج ثقافية، أنشطة ثقافية، معرض الكتاب، معرض دمشق الدولي للكتاب، يستثمر علاقته مع القطريين، مع يعني في هذا الإطار يحضر يعني كيف يمكن تقديم دمشق بصورة جديدة على طبق جميل من التنوع والحريات والثقافة المتنوعة التي تمثل سوريا. طبق الكرامة مش عند فلول النظام، هذا أولا، وبيروح يخطب ويرد على هذه الانتقادات التي وجهت له، وهو وزير ثقافة ويفترض أن يكون الأكثر تقبلا للانتقادات، وبيروح بيخطب في الجامع وبيرد على هذه الانتقادات، وأكد وأثبت ووثق على نفسه بأنه وزير السخافة والتفاهة، مش وزير الثقافة. وزير الثقافة ينبغي أن يكون منفتح على الانتقادات ويستوعبها ويحترمها، لا أن يرد عليها بالإهانة ومن منبر ديني، لا أن يدنس بيت الله أو أحد بيوت الله في دمشق والجامع الأموي أو أي جامع آخر، أي مكان آخر، ذو قدسية، بأن يجعل من ذلك المكان منصة للرد على منتقديه. هذا السلوك يعني لا يمكن أن يبدر من شخص لديه كرامة. البقاء على هذه الحال واستمراره في التمرغ في أوحال
السلوكيات التي يبديها ويمارسها، هذا أيضا لا ينم عن كرامة. يعني إن كان لديه بالفعل شوية كرامة، مش طبق، يعني طبق هل أد يعني، ومش ليوم القيامة، لبكرة ينبغي أن يظهر ويعتذر ويعني ويتوقف عن تكرار هذا الموضوع، والأجدى أن يترك مقامه ومكانه لشخص آخر. أنا شخصيا يعني ككل السوريين تفاءلنا بالحكومة الجديدة، وقلت أنه يعني ربما وزير الثقافة الجديد ربما يكون مثلا واحد مثل مثلا رياض نعسان آغا، خيري فواز حداد، يعني شخصيات روائية وازنة، لها حضورها، لها مقامها، لها تجربتها الثقافية. نبيل سليمان الناقد والروائي السوري، شخصيات بالفعل محققة ومعروفة، ومعروف عنها توازنها وهدوءها وعمقها. مش واحد يعني كل رصيده انه في المناسبات الشعريه او كذا، وفصيح العرب، ومن فصيح العرب طلع فسيخ العرب بسلوكياته السخيفه والتافهه في سوريا. يعني هذا يعني لا يصلح ان يكون رايي وتقديري انه يعني يستلم حتى مكتبه، حتى أي وظيفة إدارية بسيطة في وزارة الثقافة، فما بالك أن يكون وزيرا. طبعا أنا لا أعتب على حكومة أحمد الشرع، لأنه هيك حكومة بدها هيك وزير. هي حكومة أقلية، هي لا تمثل السنة. هنالك يعني شيء يشبه أوهام السنة، أو أوهام المكون الأموي أو الأمويين الجدد، على أنه هذه الحكومة تمثل السنة وينبغي التمسك بها والقتال في سبيلها. لا، هذه الحكومة لا تمثل حتى السنة، تمثل حزبا معينا. وأنا هذا ذكرته في آخر مشاركة تلفزيونية، أنه هي حكومة أقلية، يعني وهي حكومة جبهة النصرة، ائتلاف ما بين جبهة النصرة وتركيا. الجزء المتعلق بجبهة النصرة واضح، ويتصدر المشهد على مستوى القيادات الأمنية والسياسية والعسكرية والوزارات السيادية. القسم الثاني الموالي لتركيا على مستوى التركمان، التركمان الموالين لتركيا، ومش موالين حزب الحركة القومية لتركيا، وموالين للدولة العميقة في تركيا. وسآتي يعني في الحديث حول ذلك. هذا الائتلاف الذي يحكم المرحلة الانتقالية في سوريا لا يمثل السنة أبدا، يمثل جماعة متطرفة دينية. المذيع في تعليقه عليه قال أنه جبهة النصرة انتهى. لا يا حبيبي، جبهة النصرة لم تنتهي. جبهة النصرة غيرت اسمها، لأنه أصلا ما كان اسمها جبهة النصرة لعندما وصلت جبهة تحرير الشام، وقبل جبهة النصرة كان شيء ثاني. وهذه المسميات مهما تنوعت وتعددت فهو لجسم واحد، لعقيدة شمولية تمارس التقية وتحاول أن تؤسس لنظام الحكم بإبداء الكثير من التنازلات للآخرين، مش للسوريين، للآخرين فقط، للاستمرار في الحكم. فهيك حكومة بدها هيك وزير سخافة. بالفعل هو وزير السخافة والتفاهة، ولن يكون وزير الثقافة السورية إذا بقي متعنتا
في سلوكياته، في سخافاته، في مواقفه المضحكة التي تجلب له الكثير من السخط والانتقادات والتندر والسخرية، وربما يفسرها البعض بالتنمر. هو الذي يفتح الأبواب بهذه الممارسات على نفسه هذا الكم المهول من الانتقادات والسخرية وهذا المقام الذي هو فيه، مقام التخبط والتهافت والتفاهة، يستوجب هذا القدر من السخط والغضب والانتقادات من السوريين. لا يفسر الناس، وطبعا بعض السذج والسطحيين، أنه هذا استهداف للدولة واستهداف للسنة والإسلام. لا لا، الموضوع مش هيك. الموضوع من يعني هدول اللي بيحشدوا، بيطلع لك موسى العمر وبيبلش بقى مرافعاته، وهو هيك يعني، وهي وظيفته. يعني مش، لا تتوقعوا من موسى العمر أو غيره أو اللي على شاكلته غير هذا السلوك الذي يبدر منهم في يعني التغطية، التعمية، التبرير. هاد سلوكه، هاد شغله. يعني هل تتصورون وتتوقعون من موسى العمر أنه يجي ينتقد أحمد الشرع، أو ينتقد وزير ثقافة حكومة أحمد الشرع، أو ينتقد شو اسمه أبو عمشة، صاحب فصيل العمشات والكلسات والشلحات؟ تتوقعون من موسى العمر ينتقد هذا الفصيل؟ والآن يعني اللي يظن بالنماذج الموجودة الآن التي تتصدر الإعلام أن يكون لديها هذا الحس النقدي، هذا الموقف النقدي الوطني الحريص على البلد، المتجاوز لأحمد الشرع والمتمسك بسوريا، المتجاوز لوزير ثقافة أحمد الشرع والمتمسك بسوريا. هكذا مواقف نبيلة وأخلاقية ووطنية سورية أن تبدر من واحد مثل موسى العمري، معناته إذا خمنا هذا الشيء فينبغي أن نراجع أنفسنا، أنه نعاني من خلل ما في مكان ما، لأنه هذا هو موسى العمر. وهذا يعني طرائقه في إرضاء السلطة التي يواليها أيا تكن. يعني لو كانت قسد تحكم دمشق الآن، لكان الآن موسى العمر بيحكي عن عظمة أوجلان وعظمة مظلوم عبدي ومن هالقصص هي. السلطة، هنالك نسق من الإعلاميين والمثقفين مع الأسف الشديد والمرارة الشديدة ينطبق عليهم هذا الوصف العربي أو القول العربي الدارج، اللي بيتجوز أمهم ينادونه يعني أو يعتبرونه عمهم. يعني هكذا اعتدنا من البعض، لئلا يفهم أنني أعمم، من البعض هم عبيد السلطة، بصرف النظر هل هذه السلطة تخدم البلد والمجتمع أم لا. في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حتى منتصف التسعينات استجلبت تركيا عشرات الآلاف من التركمان، تركمان العراق، وقامت بتأهيلهم ومنحهم وإخضاعهم دورات أمنية، دورات عسكرية، دورات تثقيفية، دورات سياسية. البعض منهم أعادتهم إلى وقسم يعني وازن وكبير، أعادتهم تركيا إلى العراق، وشكلت لهم كيانات عسكرية وكيانات سياسية، منها الجبهة التركمانية التي تأسست في 95، وأيضا أسست أحزاب تركمانية حتى في شمال قبرص، في المنطقة التي تسيطر عليها
تركيا في جزيرة قبرص اليونانية. قسم آخر لأنه حتى تلك الفترة ما كانت لتركيا تلك الأسلحة الإعلامية اللي بيحاولوا يدافعوا عن الموقف التركي وعن المصالح التركية في الإعلام العربي. كان في حسني محلي وهو سوري، وإذا كان لهلا عايش الله يطول في عمره، لكن حسني محلي يعني كان يمسك العصا من المنتصف، يعني كان مراسل البي بي سي في أنقرة. أنا بحكي إذاعة البي بي سي في أنقرة. وبعد ذلك مين أتى بعض يعني الصحفيين اللي بيشتغلوا في قناة الجزيرة وفي تركيا، صاروا يدافعون عن الخطاب، يتبنون الخطاب التركي، السردية التركية فيما يتعلق حتى قبل مجيء أردوغان للسلطة. مهم تركمان العراق قسم منهم وظفتهم في المؤسسة الأمنية كمترجمين في الجيش والأمن والبوليس، وقسم منهم وظفتهم في البلديات وأعطتهم مناصب أو امتيازات، ومنحتهم الجنسية طبعا. يعني توزع تركمان العراق على مؤسسات الدولة ووزارات الدولة، لكن صار في نوع من الجسر المعنوي والثقافي والأيديولوجي والعقائدي ما بين تركمان العراق والموجودين في العراق، في كركوك وتسخرماتو يعني في المناطق المتنازع عليها ما بين أربيل وبغداد، والتركمان الموجودين في مؤسسات الدولة ومؤسسات إعلامية. حتى كان في شخصية إعلامية تظهر دائما على شاشة التلفزة، مدير وكالة جيهان للأنباء، ووكالة جيهان للأنباء كانت تابعة لجماعة فتح الله جولان. شخصية تركمانية معروفة، أنا نسيت اسمه، يظهر على البي بي سي، يظهر على الجزيرة، نسيت اسمه. بياتلي ما عاد أتذكر شو بياتلي يعني. ف هل الشخصيات التركمانية العراقية، والذي تتذكرون ربما سنة 99 حلقة مشهورة في الاتجاه المعاكس، كان الراحل عادل اليزيدي، وفي الطرف الآخر شخص يمثل وجهة النظر التركية كان من تركمان العراق، كمال بياطلي. أنا تذكرت كمال بياطلي، إذا بتعملوا سيرش عنه هو من تركمان العراق. لحظة أظهر لكم صورته. هذا كان كمال بياطلي الصحفي التركماني الذي تجنس أو جنسته الدولة التركية، وصار مسؤول يعني في وكالة جيهان عندما كان هنالك تحالف وائتلاف خفي بين جماعة فتح الله جولان وحزب العدالة والتنمية، وهو من تركمان العراق. صار يدافع عن السياسة التركية والمصالح التركية. بعض يعني على قنوات التلفزة
العربية بعد أن استجلبته تركيا من العراق إلى تركيا، وقامت بتدريبه وتصديره بوصفه محللا وصحفيا. وبعد حدوث المشكل ومحاولة الانقلاب الفاشلة على نظام رجب طيب أردوغان، انقلاب جماعة فتح الله جولان، أعتقد أنه غادر تركيا، لأنه كان يعمل في وكالة جيهان التابعة لجماعة، أو مدير وكالة جيهان التابعة لجماعة فتح الله جولان الإسلامية. مقصدي من هذا الكلام، استثمرت تركيا في تركمان العراق ضد كرد العراق، وأغلب التركمان المتطرفين يتبعون لحزب الحركة القومية المتطرف الذي يرأسه حاليا دولة باختشالي. عندما تأسست الجبهة التركمانية في 98 كان يرأس هذا الحزب الجنرال المتقاعد الباسلان تركيش، وهو يعني من الذين شاركوا في انقلاب 1960 ضد عدنان مندرس رئيس الوزراء التركي الأسبق، الذي أعدم شنقا بتهمة مناهضة الأتاتوركية. وشعار أو اللوجو اللي بترفعه الجبهة التركمانية وهو شعار الذئب الأخضر، هو نفسه شعار حزب الحركة القومية المتطرف اللي يرأسه دولة باختشالي. إذن تركيا استثمرت في تركمان العراق، وجعلت منهم صحفيين وإعلاميين وسياسيين ومسؤولين وقادة ويدافعون عن المصالح التركية، وفي حقبة الحكومات العلمانية مش الحكومة الإسلامية. الآن أيضا استثمرت تركيا في تركمان سوريا. ولنتعرف على بعض الوجوه التركمانية الجميلة. طبعا أنا مع احترامي الشديد للتركمان في تركمانستان، للتركمان في تركيا، للتركمان في سوريا، وللتركمان في العراق. يعني أنا أنتقد الاستثمار التركي السياسي، الاستغلال السياسي التركي لتركمان هذه البلدان لصالح تركيا وضد مصالح البلدان التي يعيش فيها التركمان، سواء في العراق أو في سوريا. هذا التجيش القومجي والكراهية ضد الكرد من قبل تركمان سواء في سوريا أو العراق، تتحمل مسؤوليته أنقرة، تتحمل مسؤوليته تركيا على زمن الحكومات السابقة وعلى زمن حكومة حزب العدالة والتنمية وحكومة دولة باختشالي. الجميع يعرف هذه الشخصية التي تجعجع وتبعبع وتصرخ وتشتم وتهدد بالقتل، ويعني هذا الكائن يشبه أي شيء، ويتجاوز في كراهيته للكرد كراهية دولة باختشالي. يعني الآن إذا وضعتم بكر أتاجان ودولة باختشالي في نفس الميزان، هو يتجاوز في كراهيته للكرد الكراهية الموجودة عند دولة باختشالي زعيم حزب الحركة القومية المتطرف التركي. بكر أتاجان يعني هل بالفعل هو من مواليد تركيا؟ لا، هو أيضا من تركمان سوريا، هرب مطلع الثمانينات، أو هكذا قيل إنه هرب مطلع الثمانينات إلى 81 82 في تلك الفترة إلى تركيا، واستقر هناك وصار تركي، وصار يدافع عن المصالح التركية أكثر من الأتراك. وهو عضو في
يعني بداياته كانت ضمن الأحزاب القومية التركية، وبعدين حزب الحركة القومية تعرض لانشقاقات. بعض الأجنحة من هذا الحزب انتسبت للعدالة والتنمية. يعني حزب العدالة والتنمية مش بس حزب إسلامي، هو حزب قومي إسلامي. ومش بس يعني القوميين موجودين في الشريك في الحزب الحركة القومية يعني ضمن الائتلاف، لا، القوميين الأتراك من حزب الحركة القومية موجودين حتى ضمن الجسم السياسي لحزب العدالة والتنمية. المنشقين عن حزب الحركة القومية انتسبوا إلى حزب العدالة والتنمية. الآن بكر أتاجان موجود في حزب أردوغان، وهو قال في منتصف شهر تموز 21 لما كان في مشاكل وردود أفعال آه، إرهابية وقومية وعنصرية ضد السوريين على يعني منصة تلفزيون سوريا المعارض. بكر أتاجان قال أنه على السوريين السوري أن يبتسم للتركي شو ما ساوى التركي لازم السوري يبتسم، لأنه السوري ضيف. السوري ضيف. طيب إذا تعامل الألماني بعنصرية مع السوري، لا، لازم السوري ما يسكت. طبعا وفق منطق بكر أتاجان لا، لازم يرد. هنيك بألمانيا مش ضيف، ويرد شو ما بده، ايده ما بتعطي. طبعا هذا الكلام مش صحيح. يعني من حق السوريين ان يردوا على التركي اذا كان التركي العنصري، وعلى الالماني العنصري، وعلى البلجيكي العنصري، وعلى اي شخص عنصري، وعلى السوري كمان ان يرد على السوري العنصري. لانه العنصريه والكراهيه ما فيها خيار وفقوس. لازم الرد يكون أخلاقي وقانوني وواضح وصريح ومباشر، مش يبتسم في وجه التركي إذا تعامل التركي بعنصرية وبإرهاب وفي فاشية مع السوري، لأنه ضيف. هذا كان كلام بكر أتاجان على شاشة قناة أو تلفزيون سوريا المعارض. إمتى؟ في 2021. هذا بكر أتاجان كمان نموذج من التركمان السوريين الذين جرى حقنهم بالكثير من الفاشية، بالكثير من العنصرية ضد كل من ينتقد تركيا، كل من يسجل ملاحظة على أداء الحكومة التركية سواء في تركيا أو في سوريا. نموذج من التركماني المتطرف الملكي أكثر من الملك. يعني كما ذكرت، يعني هو أكثر تطرفا من دولة باختشالي فيما يتعلق بالدفاع عن. طبعا هذه ليست وطنية، هذه ليست وطنية في إنه يكون مخلص لتركيا وكذا، ومش هيك. يعني إذا الموضوع على نمط بكر أتاجان، كل السوريين الذين خدمتهم ألمانيا ينبغي أن ينتسبوا للحزب النازي أو للحزب القومي المتطرف، الحزب البديل أو في ألمانيا، لأن ألمانيا خدمتهم. مش صحيح. سلوك بكر أتاجان يبرر استماتة شبيحة الأسد في الدفاع عن نظام الأسد، لأنه نظام الأسد خدمهم. ويبرر سلوك الآن يعني هؤلاء الذين يستميتون في الدفاع عن حكومة أحمد الشرع، لأنه يمنون النفس أن حكومة أحمد الشرع تخدمهم. يعني هؤلاء اللقاليق واللغاليغ اللي بنشوفهم في المليانين السوشيال ميديا. هذا هو بكر أتاجان، للذي يعرف عنه أنه فقط محلل سياسي أو صحفي تركي، وما بيعرف الأمور الثانية. يعني بكر أتاجان كيف صار بكر أتاجان؟ مثل ما
يعني كمال بياتلي وكمال ثاني كمان كان كونيتو أوزجان. أعتقد كمال أوزجان الذي ظهر في البرنامج الاتجاه المعاكس خصما لعادل اليزيدي. هذا أنا ذكرت النموذج الأول من تركمان سوريا، لنذهب إلى نموذج آخر لربما يعني يكون في شيء أحسن من بكر عطجان. هذا كمان معروف، يعني السياسي المخضرم الكبير العمدة عبد الرحمن مصطفى. هذا كان، واعتقد ربما يعني ما زال رئيس الحكومة المؤقتة او حكومة الانقاذ التابعة للائتلاف. نفس القصة، يعني تركي اكثر من الاتراك، وعلى اساس هو سياسي سوري ومعارض سوري. هذا أيضا تم إعادة تدويره بحيث يخدم المصالح التركية، المخابرات التركية. والمخابرات التركية يهمها مصالح الدولة، مصالح تركيا، مش مصالح الأحزاب. صحيح الآن حزب العدالة والتنمية متنفذ ومسيطر على المخابرات والجيش بشكل كبير، لكن هنالك أولويات، هنالك مؤسسة تهتم بمصالح الدولة التركية أكثر من اهتمامها لمصلحة الحكومة أو الرئيس الموجود حاليا. عبد القادر أو عبد الرحمن مصطفى هو أيضا نموذج آخر من التركمان الذين تحولوا أو يصار إلى استثمارهم لخدمة مصالح تركيا ولخدمة احتلال تركيا واستمرار تركيا في التمدد سياسيا وعسكريا داخل سوريا. بعد سقوط نظام بشار الأسد، مجموعة من القيادات التركمانية زارت زارت زعيمها الروحي دولة باقشلي. هؤلاء يعني الوجوه والصور تفصح عن الأسماء، من بينهم يعني أبو عمشة للقيادة وللريادة وللسيادة، ومن هالخرافات. يعني شخص، يعني نماذج أنا ما بعرف. أعتقد أنه الشعب التركماني في سوريا فيه من النخب. مثلا هنالك عبد الله التركماني، وكمان من القيادات العسكرية البارزة على زمن حافظ الأسد وقائد الأركان العامة لسنوات حسن تركماني. وبكل تأكيد هنالك أدباء، هنالك مثقفين، هنالك سياسيين بإمكان تركيا أن تستقطبهم في حال كان لديهم الاستعداد للاستثمار والاستقطاب. يعني هدلون الموجودين اللي بيتصدروا المشهد، سامحوني، يعني هم يعني حثالة البشر.
مش معقول يعني الاستخبارات التركية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تحط عينها على شيء شخص محترم، على شيء شخص ممكن أن يقال أنه والله أنه ممكن مجالسته والحديث معه والحديث في الأمور السياسية، في الأمور الإنسانية، في الكثير من القضايا. مثلا خالد خوجة، أنا جلست مع خالد خوجة وحكينا في الدوحة، وأحيانا يعني على قناة الجزيرة أنا كنت أمثل وجهة النظر الكردية وهو يمثل وجهة النظر التركية أو وجهة نظر الائتلاف، واختلفنا. لكن خالد خوجة شخصية محترمة، شخصية يعني الواحد يستفيد من خلال الأخذ والعطاء معه. أنا لا أعلم إذا كان هو تركماني أم لا، لكن أعتقد أنه أصوله تركية، يعني ينحدر من أصول دمشقية تركية، عوائل تركية عاشت في دمشق، أو والدته كانت تركية أو تركمانية، في هيك شيء من هذا القبيل. بمعنى خالد خوجة صار عضو في حزب العدالة والتنمية، وبعدين هلا حاليا يمارس الحياة السياسية مع أحمد داود أوغلو. شخصية محترمة، شخصية واحد يعني بس أبو عمشة الواحد يخجل منه. شو اسمه هذا، فهيم العيسى، بهيم العيسى، واحد بيخجل منهم. مين كمان بتكون سيف فولاد وما بعرف مين، هتلوني يعني يعني سيماهم في وجوههم، شخصيات هيك الواحد بيطلع فيهم. يعني ما بعرف كيف الأتراك بيشوفوا انه هؤلاء آه، يمكن ان يكونوا احصنة طروادة للمصالح التركية داخل سوريا. نقول كل شيء واحد هيك عليه القيمة من بين التركمان، ستجدون. لكن الاتراك خياراتهم، بيجيبوا بشر حثالة وبيعملوهم قادة عسكريين وقادة سياسيين وقادة ميدانيين. هذا شيء كارثي. يعني شوفوا شو كاتب هذا نعيم عيسى اللي صار معاون وزير الدفاع مرهف أبو قصرة. شوفوا، ادخلوا على صفحة نعيم عيسى وتحروا حساب نعيم عيسى في منصة إكس، وشوفوا كم مرة كتب باللغة العربية. فيهنئ الدول الناطقة بالتركية ويمني النفس أنه سوريا بعد إسقاط نظام الأسد ستصبح جزءا من هذه المجموعة، وأن سوريا ستتكلم باللغة التركية. طبعا هذه السلوكيات، هذه الولاءات من هذه المجموعة التي تنتمي إلى المكون التركماني. طبعا أنا مع حقوق الشعب التركماني، ومع الاعتراف الدستوري بحقوق التركمان، ومع كل يعني ما يتعلق بحقوق الإنسان، بالهوية الثقافية، بالهوية القومية. أي شيء يستحقه التركمان وفق المعايير الدولية، وفق الكتلة البشرية، أنا مع هذه الحقوق مشان ما حدا يزايد علي. الآن الموجودين في دمشق، ما الذي يجبر أحمد الشرع أنه واحد مثل أبو عمشة يعني يصير
قائد الفرقة الفلانية. واحد مثل بهيم عيسى، نعيم عيسى، جحيم عيسى، هذا كمان يصير معاون وزير الدفاع. مين كمان بتكون؟ سيف بولات، هذا كمان تبع الحمزات وتبع ما بعرف مين، يعني مجموعة والأتراك كتروا من المجموعات التركمانية، الحمزات وال والعمشات والما بعرف مين، مجموعة، لأنه كانوا بيأمنوا مقاتلين مرتزقة للأتراك للقتال في ليبيا، للقتال في منطقة ناغورنو كاراباخ مع الأذريين ضد الأرمن. يعني ما الذي يجبر أحمد الشرع للقبول بذلك؟ طبعا أحمد الشرع يهادن ومع الأتراك حاليا، وتركيا تتمدد، وتركيا على نية أنه تقيم قواعد عسكرية. يعني أطاحت بالاحتلال مع سقوط نظام الأسد، سقط الاحتلال الإيراني أيضا يعني، لكن تركيا تتمدد. هذا الموضوع يخلق قلقا لدى الإسرائيليين. مراكز البحوث والدراسات والصحافة صارت في إسرائيل تتحدث عن هذا القلق، والإسرائيليين يقصفون. يعني إسرائيل لم تقصف حمص أو المواقع القواعد التركية في حمص، أو ما كان سيصار إلى إقامة قواعد عسكرية تركية عليها. لا، إسرائيل كانت تقصف أنقرة على الأراضي السورية. وبماذا ردت تركيا؟ بالكلام من بالشعارات والزعبرة والهوبرة وبس. في نهاية المطاف يعني تركيا عينها على الجغرافيا السورية، ويمكن يعني أن تصل إلى تسوية مع الإسرائيليين وتساهم في تقسيم سوريا. تركيا أن يكون لها دور فاعل في تقسيم سوريا، جزء ملحق بتركيا أو خاضع 100% للنفوذ التركي، لكن داخل يعني محسوب شكلا على جغرافيا سوريا، ومحسوب إداريا وماليا على تركيا. هذا تقسيم. كل هذه السلوكيات التي تبدر من العمشات والحمزات والبطحات والشلحات والمجازر اللي سووها بالساحل السوري، هذول النشطاء اللي على شاكلة جميل الحسن وموسى العمر هالمساطر، ولا واحد منهم بيحكي عن السلوك الانفصالي لدى هذه المجموعات التركمانية التابعة، واللي ولاها 100% للتركي. ما هذول مش انفصاليين. بس الكردي إذا طالب بنظام لا مركزي، وهذا انفصالي، هذا فيدرالي انفصالي إسرائيلي أمريكي قسدي قنديلي زئبق بطاحي، مهما بلغت حجم الانتقادات التي يوجهها إلى حزب العمال الكردستاني ويوجهها إلى قسد. إذا قال مثلا أنا بعاني من هاي المسألة، يعني أو مش معاناة، يعني معروف حجم انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني وزعيم حزب العمال الكردستاني ولي قسد. في أي مناظرة تلفزيونية إذا طرحت فكرة اللامركزية بيقولوا وأنه قسد وانفصال والأكراد، وبيعمموا الأكراد، ما بيخصصوا ما بيحددوا، بيعمموا هيك بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة يلقوا هيك أحكام جزاف وكلام على عوائنه في تخوين الأكراد، وبعينهم عما يشوفوا مستعدين يبرروا تعامل الشرع مع الإسرائيلي
لكن واحد كردي مراهق بيحمل علم إسرائيل بيقيم الدنيا ولا يقعدوها، ما أبدا، بيصيروا فلسطينية أكثر من الفلسطينيين. مين هدول الجماعات اللي تتاجر مثل ما تاجر نظام الأسد بفلسطين وبقضية فلسطين ومعاداة إسرائيل، هم أيضا مستعدين للمتاجرة بهذه المسألة فقط فقط لمناهضة الكرد ومطالب الكرد في سوريا. بالمحصلة من المؤسف القول أنه الآن تركيا تحكم سوريا، وهذا يعني أقوله وأنا يعني مرتاح. تحكم تركيا لسوريا ولدمشق عن طريق مجموعة من الحجارة، حجارة الشطرنج يعني، من ضمن أحمد الشرع ومجموعته، ومن ضمن المجموعات الأخرى المحسوبة على التركمان أو التي تقدم وتصدر نفسها بأنها تمثل المكون التركماني. وتركيا لها تجربة في هذا الأمر مع تركمان العراق، وقد نجحت إلى حد ما، نجحت يعني في تعطيل المادة 140، في يعني تأخير أو التأثير على النمو السياسي في كردستان العراق، وعارضت الاستفتاء على الاستقلال تركيا. لكن هذا الكلام الآن، بكرة بعد بكرة ماذا سيحدث؟ هذا قول آخر. هل سينجح أبو عمشة والحمزات وسيف بولاد وبهيم عيسى وهل المجموعة هي الحثالي الموالي لتركيا، هل سينجحون في تشكيل أو ما نجحت فيه الجبهة التركمانية على الضفة العراقية، هل سينجحون في سوريا في تمثيل المصالح التركية والامتداد التركي والاحتلال التركي داخل الأراضي السورية والسيطرة التركية على سوريا؟ هذا أيضا سؤال متروك برسم الأيام القادمة. أكتفي بهذا القدر على أمل الحديث في موضوع آخر. دمتم بألف خير.